مساء الخير على كل متابعينا متابعي كايرو لايف قناة القاهرة 24. معكم سمر مكي من محافظة قنا، ولايف جديد معاكم النهاردة من منزل الست المريضة اللي توفت داخل عيادة. حسب كلام أسرتها إن هي توفت داخل العيادة بعد رفض طبيب إن هو يسعفها يكشف عليها حتى تقديرا للمسنة، بسبب حسب كلام الدكتور لما اتكلم عنه هو في مشادة وكان في سب. احنا مع أسرة المريضة الله يرحمها، الست زبيدة اللي توفت. يعني كلام أسرتها بيقول توفت نزلنا بها متوفية من العيادة، يعني كان تقديرا للحالة المتوفية أيا كان إن هو يتم الكشف عليها. وزي ما شفنا الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدكتور قال أنا حر ومش هكشف على الحالة، وساب الأوضة وخرج منها. الحالة أسرتها نزلت بها متوفية، يعني موقف مؤسف. معانا الأسرة أبناء الست وأحفادها. أحمد عطا موسى. البقاء لله. سبحان الله الدوام لله. عايزين نعرف إيه اللي حصل، إيه تفاصيل الفيديو انتشر. هي الحاجة تعبت معانا ووديناها للدكتور باطني، حولنا على البتاع ده، على قال عملت إشاعات وتحاليل والكلام ده، عملنا الإشاعات وحولنا على دكتور اللي هو بتاع الجراحة اللي هو اسمه محمد لطفي الصغير. محمد لطفي الصغير هناك رفض رفض تام، إنه يكشف على الحالة. حتى الناس اللي في العيادة توسلت له وبتاع، دي ست كبيرة وتعبانة وحالتها صعبة وبتاع، رفض. إن بالحجة إن معاه مكالمة تليفونية، يعني مكالمة تليفونية أكثر من المريض. يعني افضل من المريض. ايوه معاه مكالمه تليفونيه، لما يخلص المكالمه التليفونيه بتاعته له هو هيرد. وما رضيش برضه بعد كده، حتى لما الناس وصلت له وناس دخلت له، راجل كبير كان قاعد في العياده من ضمن المرضى، دخل له وقال له يا عمي رافض حد يخش له. ناس من ضمن المرضى ايوه في العياده، لا مش تبعنا، لا تبع العياده، رفض. وحضراتكم شفتوا الفيديو، يعني كل حاجه موثقه. كان في مشاده قبل كده؟ لا ما في. الفيديو واضح ويرجع كاميراته هو، وليه حق عندنا ياخذ، احنا اللي حق مش هنسيبه. بس طبعا مش هسيبه. انا مشتكي ببوابه الشكاوي، مشتكي مش هسيب حقها لاخر لحظه في حياتي، والله ما هسيب حقها. بس وبالقانون برضه. انتوا رحتوا له، متعودين تروحوا له لحد اول مره ما عرفوش الدكتور احمد العربي اللي هو بتاع الباطنه، الدكتور بتاع الباطنه اللي محولنا عليه، وكلمه في التليفون برضه قبل ما تروح الحاله. قال له ان في حاله جايه لك كذا كذا. ايوه ورحنا. طب ايه اللي السبب اول ما رحتوا هناك قال انا مش هكشف عليه؟ كان معاه تليفون، على سبيل ان لما تعبت خالص معانا في العياده وهو معاه تليفون. طبعا البي مش عايز يرد على حد ولا يدخل حد يكشف له المكان، يخلص التليفون بتاعه اهم من المريض يموت في 60 دقيقه مش مشكله، بس اهم حاجه يخلص تليفون. بعد ما خلص تليفون وبتاع قال لك لا مش مدخلهم. حتى في ناس دخلت له وتوصلت له بتاع من المرضى، رفض. المرضى كانوا في العياده؟ في العياده رفض. مش تبعنا اصلا، يعني ناس مش تبعنا في قاعدين معاه، مش تبعنا قاعدين يكشفوا، رفض ومشوا برضه. وبعدين طب بعد كده هي توفت داخل العياده؟ داخل العياده، احنا في العربيه بنشوفها ما فيهاش نفس، ما فيش نفس فيه. نازلين بيهم فوق. انت حضرتك كنت معاها؟ الاستاذ تامر ابو تامر كان معها. في حد في الفيديو كان بيقول له ده اعتبره لعب عيال قلنا له ده عيل وغلط، ادام في بتقول سبب في عيل وغلط، طب ليك حق تاخده، لنا حق ناخده. هو قال لك برضه مش هكشف عليها، انا برضه سمى قال عيادته وانا حر فيها، مش هكشف، يعني مش هكشف عليه. بيقول ان في حد سب الدين. لا هو بيقول لك في حد سب الدين. قلنا رجح كاميراتك، ليك حق تاخده، لينا حق ناخده. برضه هو رفض وخد بعضه سيبنا في العياده ومشى، وقال لي التمرجع معاه متى ما يطلع ابقى اقفل العياده. سابكم وطلع وقال سابنا وطلع. هذا اللي حصل مني. بس قبل الفيديو ده ما كانش فيه مشاده ولا سب؟ ما حدش شد، ما انا اللي بكلم وبقول له يا اخي شوف الحاجه، والناس كلها بقول له خلي تخش للتمرجي الكلام ده بره. قال لك الدكتور رافض. هذا اللي حصل معاه، قعدنا اكثر من نص ساعه، احنا عندي ساعه بره واحنا نشد معاه ما فيش. قال لك مش هخش، يعني مش هتكشف. طب اشتكيتوا لمديريه الصحه او نقابه الاطباء؟ لا بعتوا شكوى، بعتوها لنا دي. بس هو الدكتور بيقول ان الحاله دي خطيره ومحتاجه عنايه، وهو لا ما قالش. طب ما هو محولين على عنده على كده، احنا هو اللي قال يعمل اشاعه الصبغه، وقال يعمل الاشاعه ويجيبوها له وتعالوا. هو الدكتور نفسه. ايوه للتليفون. يعني يا جماعه التليفون، يعني الدكتور نفسه قال له هاتوا لي الحاله. ايوه لما كلم الدكتور الاولاني الباطني قال له خلي تجيني يعملوا لي اشاعه الصبغه ويجيبوها لي. برضه الراجل قال لي نعمل الاشاعه دي ويطلعوا له على هناك على طول. فعملنا الاشاعه، بعد ما خلصنا الاشاعه واستلمناه ورحنا له هناك. قال معي تليفون، مش معي تليفون. طب ده الصغير ده امه اعتبر هي المربياه،
قال لي يا اخي نخش، قال له مش هتخشوا. هو مين الطالب الصغير اللي الصغير جدته مربيه طبعا كان زعلان عليه بالظبط. واحده طبعا. قدامه شايفها بترجع وبنقول له عيل ما هو تحت القهوه تحت منه بيسمع 20 سب دين في اليوم. السواقين تحت كل ما يشتغلوا معاه بيعبوا الشارع ديانه تحت منه الكلام ده كله، كل شويه ديانه عندهم هناك. يعني هو سب الدين ده اللي هو عطل الدنيا دي كلام كله. قلنا رجح كاميراتك ليك حق تاخده، كنا نرجح كاميراتك ليك حق تاخده، لينا حق ناخده عندك. يعني انت لو تشوف ان في تعدي ولا عشان هو بيقول عشان يشوف. لا ما حصلش. ده منين اصلا؟ الكاميرات عنده. بتاع الممرض كان معانا. انا كنت معاهم برضه. ايه اللي حصل؟ حوار الممرض كان معانا، بقول له هو الدكتور، احنا قعدنا 10 دقائق في ساحه الانتظار، فبقول له بعد اذنك يا صاحبي الدكتور جه، فقال له الدكتور معاه مكالمه تليفونيه. خدنا 10 دقائق من ربع ساعه والحاله قاعده على الكرسي مش مستقره، فبقول له بعد اذنك فبقول له بعد اذنك خش للدكتور. قاعد على رجل الحاجه ربنا يرحمها. فبقول له بعد اذنك خش للدكتور عشان الحاله معانا صعبه، والناس قامت تعاطفت معانا وقالت عمو دخلوها قدامنا. تمام. اللي هم العيال التعبانين. ناس مرضى دخلوها قدامنا عاد. قال لك لا الدكتور هيخلص تليفونه براحته ويرن الجرس. هو غير كده حرام. الحوار ده كان معانا، بيقول لي لا بنفس الطريقه على المكتب، بيقول له الدكتور هيخلص براحته ويرن الجرس. بقول له في حاله بتموت براحته ازاي يعني؟ بس صمم رايه فالصوت عالي هناك، فبيقول له في ايه، بيقول له قال له الحاله مرفوضه، الناس دخلت له. تمام. قال له الحاله مرفوضه من غير ما يشوفها، الناس دخلت له، فبتقول له يا دكتور بعد اذنك ده حاله صعبه معاهم، مهما علي الصوت الحاله صعبه معاهم، واحنا استاذنا منهم، احنا علينا الدور، انا اللي داخل لك علي الدور، قلت لهم دخلوها بس. فقال لك لا الحاله مرفوضه، فشلنا الحق زي ما ظهر في الفيديو ودخلنا بيها لهناك. قال لك لا انا مش كاشف، انا في عيادتي وبراحتي. قلنا له انت عندك كاميرات، في اي حاجه حصلت مننا، اي حاجه الدكتور قال لي عيادته انا حر فيها، اي حاجه حصلت مننا، اي حاجه حصلت مننا تمام من عيل صغير، اي حاجه حصلت مننا من عيل صغير فليك حق عندنا خده. يعني انتوا اعتذرتوا له؟ وناس كبيره دخلت له اعتذرت له من المرضى هناك. والله ناس ما نعرفها 2 شباب، قال لك خليكم انتم متعصبين انا هخش اتكلم معاه. فطلع بيقول انا رافض الحاله. رافض الحاله. انا مش هدخلها من غير ما كشف ولا اي حاجه. اتوفت امتى الحاله؟ الحاله ما طلعنا بيها من هناك، ما خلاص على ما حطيناها في العربيه والدنيا زحمه، ببص عليها لقيناها توفت. ما كشفش عليها خالص. ما كشفش عليها ولا قامش، وعايز يكتب لي جواب تحويل من دون ما قامش من على الكرسي. هو بيقول الحاله محتاجه طوارئ. لا الطوارئ ازاي؟ انا مش هفهم اكتر من الدكتور. انا الدكتور قال لي اعمل له اشعه مقطعيه واطلع على الدكتور مع محمد لطفي الصغير، هو هيشوف الاشاعات وهو هيقرر. يعني هو بيكتب العلاج للمريض، المريض خد العلاج تمام، ما خدش العلاج هو مسؤول عن ايه؟ عن اللي هيحصل له. انا ازاي هو قال لي روح للدكتور، انا هسيب الدكتور واروح المستشفى. يعني كده ممكن المرأة يكون عامل تسمم فبعتها في العياده. دي الاشعه بتاعتهم. تمام. الدكتور قال لي اعمل 1 2 3، عملتهم اشعه مقطعيه وعملت كل اللي قال لي عليه الدكتور ورحت له، رفض يبص عليه. رفض ما قامش من على الكرسي، وراح قال لا طب سيبوها في الاوضه دي، ودخل الاوضه الثانيه بيقول له هات لي الحالات هنا. لما انتم مش عايزين تطلعوا عايزين يكشف عليها سابنا تاني وراح يكشف لباقي الحالات في الغرفه الثانيه. متى ما يطلع يقفل الباب. بس ده كل اللي حصل. طب انتوا عملتوا محضر مثلا اهمال؟ اشتكينا ببوابه الشكاوى دي الاشاعات اللي هو كلم الدكتور وقال له تقريبا خليه يعملها، ما بصش عليها اصلا. ربنا يرحمها. الست توفت يعني ما شافهاش اصلا. ازاي انا ما شافهاش؟ شاف الاشعه غصب. ما شافهاش اي حاجه. الدكتور برضه عرف ان في مشكله في المراره، فقال لي اعمل اشعه مقطعيه عشان تظهر اكتر وتروح للدكتور بكل الاجراءات جاهز، بحيث ان تبقى سريع في انقاذ الحاله. يعني انا عارف اللي بتكلم فيه، انا بتكلم عادل يا جماعه، معلش وسام انا عارف اتكلم اقول انتوا عايزين حقه يعني. احنا عايزين حقه، مش بصمه يعني هو ليه حق برضه ياخده. احنا بنقول له عندك كاميرات رجع كاميراتك في كل عياده، في عياده اصلا في مول تجاري وعلى الشمال موقف سيارات. يعني هو كده في زحمه قدامه، وقفه عيد وناس بتشتري هدوم في مول تجاري، عياده في الدور الثاني جنبيها على الشمال محلات. بس هي فعلا الحاله كانت محتاجه اللي هي طوارئ، يعني مستشفى محليل. احنا الحاجات دي كلها مش موجوده. انا دخلتها باطنه، انا دخلتها لدكتور باطنه، دكتور باطنه قال لي اعمل 1 2 3 وروح للدكتور، انا بمشي بناء عليه مش بناء الدكتور، بس هو قال لي اعمل اشعه مقطعيه. وكلم الدكتور ده وكلمه انا ايه عرفني ان الدكتور موجود لما انا كنت ما عملتش الاشعه المقطعيه وكنت رحت وديتها اي مكان ثاني. بس هاجي في الاخر اقول ايه، انا ما سمعت، يا ريتني سمعت كلام الدكتور ورحت للدكتور مين؟ الاخصائي. انا لا سمعت الكلام وعملت كل الاجراءات ورحت للدكتور الاخصائي على طول. هي كان عندها ايه ربنا يرحمها؟
يعني كان عندها هو في النهايه الدكتور الباطني قال لك عندها ثقب في المراره. ثقب في المراره. قال لازم تروح للدكتور ده على طول بسرعه. قال تطلع الاشعه وحنروح، فعلا طلعت الاشعه ورحنا له. اللي هي دي لا ما شاف ولا فتح على اي شيء. ربنا يرحمها يا ربنا يرحمها. ولا رحمه الله ان شاء الله رب العالمين. انتوا مشيتوا في اجراءات قانونيه او اي حاجه؟ انتوا شفتوا الفيديو والناس على مواقع التواصل الاجتماعي كلها متعاطفه مع الحاله؟ طبعا. مين اللي صور الفيديو؟ والله واحد جاي من الغردقه ضيف ود اختنا يعني، بس ما قعدش معانا هنا، جاء عشان ضيف جاب العربيه ودناه بهنا. وقال انا بصور الحاله قدامك، احنا لنا ربع ساعه بنتكلم معاه. هو قال له ان انا بصور فيديو. ايوه قال له يا دكتور انا هصور فيديو عشان الحاله لنا ربع ساعه هنا، انت مش راضي تدخلي، والناس اللي في العياده كلها دخلتي، انا هصور فيديو اهو وهي الحاله، ودخلنا بالحاله وعارف ان احنا بنصور. تاني حاجه انت في جزء من القسم بتاعه ان عامل المريض تحت اي ظروف، ده جزء من القسم بتاعه. فين؟ بس هو عارف ان احنا بنصور وعارف التليفون في وشه. طلعتوا بيها متوفيه خدناها بنفس الحاله اللي كانت على الكرسي، على ما طلعنا والدنيا زحمه ووقفه عيد خلاص بنبص عليها في العربيه توفت. احنا لينا اكتر احنا لينا في العاده كمان اكتر من نص ساعه. خلنا بتكلمني وبكلمها عادي، لما قعدنا نقول يا دكتور كذا قالت لي روحني. قالت لي روحنا، ده مش عاوز يكشف الدكتور، روحني بس بصوت واطي يعني صوتها ما طلعش. تعمل لي كده يعني قوم روحني قوم روحني. وهو برضه صمم رأيه ومش هكشف عن عيادته وانا حر فيها، وسكت على كده. وقام تركنا في العياده وخد بعضه وطلع بره. الوضع الثاني بيكشف لباقي الحالات، يقول له هتعالج. اجي وضع الدكتور اللي حارف اليمين وحارف قسم وحارف الشيء، ما تعرف فيش الصح من الغلط فيه. في الحكايه دي خيتها كده ولا عفوا يكشف له يكشف له. الست كانت بتقول للممرض موجود ده اختي بنت الحاله. ايوه برضه ما فيش فايده، قال لي خلاص هو رافض يعني رافض. حضرتك اشتكيت فين؟ يعني اشتكيت في الصحه ولا في بوابه الشكاوى؟ ولا لا في اول شكوى بوابه الشكاوى. هو كلام الدكتور حسب ما توصلنا معاه ان الحاله دي محتاجه طوارئ. تمام. وان هو ما قصرش معاها غلط وروحوا بيها مستشفى. تمام. مش محتاجه طوارئ، انا مش هفهم اكتر من الدكتور. انت مش محتاج طوارئ. لما انا قلت له باين في التقرير هو بيكتبه، قلت له الكلام اللي انت قلته ده اكتب لي بدون كشف الطبيب، رفض ليه يكتب؟ هو بيكتب التقرير، قلت له وهو ما قامش من على الكرسي اصلا وما رضيش يدخلها جوه، فبقول له طب انت اكتب لي بدون كشف الطبيب. طب انت حاولت انه بناء عليه وانت قابل الحاله انت هتكشف. هو لو قام لبس السماعه تمام، لو قام بس عليها بس يقول لك لا يعني. تقدير نطلع بيها على طول كنا هنطلع بيه. وكان جه نادى على الحاج اكبر واحد فينا وكان قال له الاسلوب اللي حصل ده ما ينفعش. احنا رحنا اكتر من مكان، احنا لو مش محترمين وبتوع مشاكل كنا عملنا في التحاليل عند الدكتور 4 اماكن رحناهم ما عملناش اي مشكله. بس هي تلت ساعه مكالمه، احنا الحاله معانا روحوني لما لقيت ما رضيش يكشف. قلت له روحوني. بعديها ما فيش بعد روح لما جاء سايب الباب وسابنا ومشى، هي حاطه رقبتها كده ما فيش ثاني. لما طلع من النقطه من لما طلع من الغرفه بتاعت الكشف انا شايلها عملت رقبتها كده، قعد فيها شمال يمين ما فيش. في 2 رجاله هناك احنا ما نعرفهمش والله، دخلوا كسفوا له مهما كان دول ظروفهم، ما حدش يعرف الظروف ايه اللي معاهم. برضه كله رافض كله رافض. برضه اللي كانوا يصور بيقول له كل ما حصل من طفل صغير فليك حق عندنا احنا هندولك. بالفعل في واحد طب هو عايز ايه تاني؟ بس تاني حاجه انت في جزء في القسم حالف عليه ان انا عامل المريض تحت اي ظروف، وها اول ظرف اهو. هذا الظرف الثالث ده هو عامل كده. ايا كان حتى لو اخطاته يعني كان في اجراءات تتاخد بعد كده، بس هي المريضه كانت على جلطه كبيره اللي هي وكان تمام غلطنا وشاف الحوار زاد، كان نادى على الحاج تمام وقال له الاسلوب ده ما ينفعش في عيادي، كان هو هيتاسف له بس هو ما قدرش اي حد، ما رضيش يكشف اصلا عليه. ازاي انا اخدها واطلع بيها على مستشفى وانت الدكتور مكلمك وقبلت الحالي وقال له خد له ان في حاله عارف عارف احنا ما نعرفش الدكتور اصلا، ده قالوا لنا على جمله ماركت. قال لنا على جمله ماركت وهو موجود وخد له الاشاعه المقطعيه عشان هيطلبها منك، عشان المشكله في المراره. هي الاشاعه اللي احنا عملناها، ما شافهاش وما قامش من على الكرسي. ربنا يرحمها ويصبركم وعند الله تجتمعوا. زي ما شفنا معاكم في يعني توضيح الفيديو اللي انتشر من أسرة الست المتوفية
بعد تداول فيديو ان طبيب رفض يسعفها داخل العياده، واسرتها كمان مفاجاه بتقول ان هي توفت داخل العياده، يعني هم نزلوا بيها ما راحوش دكاتره تاني، الست توفت ربنا يرحمها. وده كان تفاصيل لايفنا معاكم النهارده، واستنونا في لايف جديد. كانت معاكم سمر مكي من محافظه قنا، دمتم في رعايه الله.